سيدي عبد الله، المدينة النموذج بتخطيطها العمراني الحقيقي والعصري تعتبر انعكاسا لرؤية شمولية للتنمية العمرانية المستدامة، فهي تكفل سبل وسياسات التنمية الوطنية والاستراتيجيات التي تعمل لصالح المواطن بما يوفر له كل مقومات العيش الكريم. ربي نعم علينا بأشياء كثيرة في هذه المدينة الجديدة هذه، من بينها قلنا السكن الحمد لله الإنسان واستقر، من بينها الطرقات ما شاء الله، من بينها القطار، هاي المدارس هذه الابتدائية الثانوية ما شاء الله. سي غروند فيل كوميرسيال الحمد لله. مواصلة النقل كاين، إتيزا كاين، القطار كاين. هذه المدينة ومنذ افتتاحها يسعى القائمون عليها في توفير كل المرافق العمومية والخدماتية للساكنة. المرافق الموجودة على مستوى المدينة الجديدة سيدي عبد الله منها المرافق في قطاع التربية بمختلف أطواره، التعليم العالي والبحث العلمي، قطاع الأمن، قطاع الصحة، وقطاع سلك المرافق العمومية التي موجودة على مستوى البنايات بمداخلها الأربعة المربوطة بشبكات طرق مهيئة ووسائل نقل متنوعة. المدينة تعرف انسيابية مرورية مريحة. بالنسبة لشبكة طرقات داخل خارج المدينة، هناك شبكة طرقات مهيئة 100%، وهناك شبكات طرقات في طور الإنجاز بنسبة تقدم أشغال جد معتبرة. مدينة ذكية بأحياء خضراء ومشاريع بيئوية مبتكرة تسعى إلى تلطيف الحياة الاجتماعية للمواطن. تعتبر مورد قيم لتوفير الصحة الحضرية المستدامة من خلال مساحات اللعب وممارسة الرياضة التي بدورها تشجع على التواصل الاجتماعي ما بين المواطنين. إيجاد حلول وفق تقنيات ومعايير دولية، وهو مركز الاسترجاع والتدوير والتثمين الطاقوي الذي يعمل على تحويل النفايات إلى طاقة يمكن استغلالها في جميع المجالات. بثقافة عمرانية ومدنية، مشروع المدينة الجديدة الذكية سيدي عبد الله يهدف إلى تعزيز النهج الابتكاري للحوكمة والإدارة الحضرية وتوجيه المدن الجديدة والمستحدثة نحو مستقبل حضري واقتصادي واجتماعي وسياسي وبيئي مزدهر.